الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا بتشوفوا تفتكروا كالأنبياء، على سمت الأنبياء عاش. نعم، في صدقه، في عبادته، في تقواه. كان عنده جارية مرة من قد ما افتقر باعها، ما صفى معه مصاري، باعها مشان ياكل، نزلها على السوق باعها. جارية عايشة عنده في بيته، اللي اشتراها حطها عنده. نعم، عند المساء بعد ما تعشوا أكلوا شربوا، نعم، راح الزلمة على الفرش يبده ينام. قالت له الجارية: يا سيدي ما بدك تصلي قيام الليل؟ قال له: يعني احنا ما بنصلي قيام الليل، احنا بنصلي العشاء وبننام. قالت له: ما بيمشي الحال، شو تصلي العشاء وتنام؟ معقولة؟ لك في مسلم ما بصلي قيام الليل؟ هو بصلي قيام الليل. لك انا ما بصلي قيام الليل انا. قالت له: مو بكيفك، يخرب بيتك، لك شو ليك عندي؟ قالت له: مو بكيفك، بدك تقوم تصلي قيام الليل غصبا عنك. كان الحسن البصري يصب عليها مي اول ما اشتراها، بس بدك تصلي عندك تصلي، ما في مسلم بينام بالليل، لازم يصلي قيام الليل. تمت بسيدة لحتى ما نيمته ليلتها، اول ما طلع الضوء نزلها على السوق باعها. اشتراها رجل غيره، رد المساء. قالت له: شو يا سيدي ما بدنا نصلي؟ قال له: انا ما يعني اذا فقت هيك بهالليل لقيت حالي انه والله متنشط ممكن اصلي ركعتين، هذا ما بمشي لحال، بدك تصلي. بصلي ما بصلي كذا. تم هو وياها يتقاتلوا بهالليل حتى طلع الضوء نزل معها. لك دارت البصره كلها. بعدين جابوا لها الامام الحسن البصري: اخي خذها مشان الله، خذها ما بدنا حقها، بس خذها خلصنا منها. ليش؟ لانه اعتادت على قيام الليل مع الحسن البصري. فالحسن البصري نعم كان لما يقعد يتكلم الناس كلها تقعد في درسه. ما توقفت الصلاة في جامع البصرة في الجامع الكبير بصلاة العصر بحياته، ما وقفت صلاة بفرض وقت من الأوقات إلا لما مات الحسن البصري. لما طلعت الناس بجنازته تعطلت الصلاة، صلاة العصر في جامع نعم البصرة الكبير. البصرة كلها الناس التابعين طلعت بجنازته. شو بيقول بيوم من الأيام؟ نعم قال: نعم أخشى أنه ساعة من الساعات ارتكبت في ذنب، فقال لي رب العالمين سبحانه وتعالى: لن أغفر لك بعدها أبدا يا حسن. طيب نحن ما بنخاف أنه شي ساعة من الساعات الذنوب اللي عم نرتكبها أنه قالنا رب العالمين سبحانه وتعالى: لن أغفر لك بعدها أبدا؟ مذنوب المعاصي اللي موجودة اليوم يكتر خير الله سبحانه وتعالى اللي عم يسقينا المي. عم نمشي نعم سبحان الله، بتسمع الكفر وبتسمع الضلال وتشوف نعم هذا إذا كان إنسان نعم لسه هو نفسه كمان ما عم يرتكب بالمعاصي. فالصلاة سبحان الله نعم يعني هي عماد الدين.